ده يمكن هتكلم عن حاجه ما اتكلمتش عنها قبل كده، وهي الاكوان المتعدده او المتوازيه. يمكن مش هتكلم عنها قوي بس هيكون جزء من اجزاء الفيديو، وعلى الرغم من اني هتبنى النظريه دي الفيديو ده الا ان انا ما زلت مش مقتنع بيها ومش شايفها تحصل في اند جيم الحقيقه، وده راي شخصي تتفق او تختلف معاه عادي. يعني نظريه الاكوان المتوازيه بيعاد صياغتها على ريدت من واحد اسمه دوك 83، وبتقول ان فيلم اند جيم زي ما هيركز على انه يرجع الناس اللي اختفت بعد السناب، هيركز برضو على انه يفتح الباب امام فكره الاكوان المتوازيه عشان الافلام اللي جايه. حتى يمكن حاجه زي دي في فيلم دكتور سترينج الانشوت 1 ذكرتها. ده هيفتح المجال قدام مارفل وديزني ويخليهم يتحركوا بحريه اكبر. يعني مثلا لو كابتن امريكا مات في اند جيم، ممكن في اي فيلم تاني تجيب ممثل تاني يعمل كابتن امريكا وتقول انه عايش بس كان في كون تاني مثلا، وهكذا هو الحال لو توني ستارك مات، لو ثور مات، لو اي حد مات. كمان هيفتح مجال لسنين بقى من الافلام والقصص والابطال والفيلنز، وهنشوف بلاوي. طيب النظريه بتقول ان الاكوان المتوازيه بتقدر توصل لها عن طريق كوانتم ريلم، ومش محتاج اقول لك ان كوانتم ريلم وهانك بيم هيكون ليهم دور كبير جدا في اند جيم. وحابب الفت نظرك ان كوانتم ريلم ما هو الا بعد دايمنشن ممكن تروحوا عن طريق قوه سحريه زي دكتور سترينج بالسلينج رينج، او انك تصغر جدا 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 زي انت مان. وفي كوانتم ريلم كل ما فهمنا عن الزمان والمكان بتختلف. الحلقه دي بقى فيها فيزياء كتير، وطالما فيها فيزياء انا بقول ما نجرب ما تيجي نشوف. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الأفيش. في يوليو 2018 بيصدر فيلم أنت مان أند ذا واسب، اللي كتير من النقاد اعتبروه إن هو سقطة في عالم مارفل السينمائي، وأنا واحد من الناس كنت شايف إن هو ما ضافش حاجة للسلسلة، ومستغرب ليه شخصية زي أنت مان يبقى ليها فيلمين في حيث إن شخصيات أهم زي دكتور سترينج ليها فيلم واحد، بلاك بانثر فيلم واحد، وهكذا. وليه في عز ما الناس متشوقة تشوف أي حاجة بعد الأزمة أو السناب اللي عمله ثانوس، فأنت مدخلني في جانيت وكوانتم ومش كوانتم ليه؟ وأهم من كده إيه لزوم قصة بيل فوستر وجوست؟ وناس اعتبرت ان اهم حاجه في الفيلم هي جمله جانيت فان داين وبتتكلم عن التايم فورتكس، لكن انا شايف ان الفيلم نفسه قصد يقول لنا حاجه تانية خالص، حاجه خطيره عزيزي المشاهد تخلينا نبحث اكتر. نبحث في ايه؟ في الكوانتم ميكانكس. ومش محتاج اقول لك يعني ان كل المعلومات اللي انا هقولها في الفيديو ده منقوله من فيديوهات تانية علميه، لان انا طبعا عبقري في الفيزياء وجايب 50 من 60 في الثانويه العامه. تقديم شخصيه جوست بالحادثه اللي حصلت لها اللي بتخلي كل خليه في جسمها تنقسم وترجع نفسها تاني، فيما يعرف بالموليكيولر ديس اكويليبريم. هو مرض او حاله خياليه ملهاش اساس علمي، لكن انت في عالم مارفل السينمائي اي حاجه ممكن تحصل عادي. المهم علاج شخصيه جوست واللي كان هيعمل لها نوع من الاستقرار في خلاياها هو الطاقه اللي جانيت فان داين هتطلع بيها من الكوانتم ريلم. واللي ما يعرفش الكوانتم ريلم هو عالم الكم اللي بيظهر في الافلام. طب جانيت فان داين جابت الطاقه دي منين؟ والله واضح في الفيلم ان اي حد بيروح الكوانتم بيمتص قدر من الطاقه اللي جانيت فان داين امتصتها على مدى سنين عزيزي المشاهد. طب هل الافنجرز ممكن يستفيدوا من الطاقه دي؟ بس يمكن من الاسئله التي لم تطرح عن شخصيه جانيت فان داين هي ازاي تواصلت مع سكوت لانج. وطالما هي شاطره قوي في الحكايه دي وعارفه ان في تايم فورتكس ومش هنعرف نطلعك لو اتحشرت في واحده منها، ليه ما دخلتش اي فورتكس وخلاص؟ وبدل ما تبقى محبوسه في الكوانتم هتنزل في الثمانينات ولا التسعينات، المهم تبقى عايشه. ده لانها عالمه مش موظفه في حي المنتزه عزيزي المشاهد. هي عارفه انها لو رجعت للماضي مثلا فاي تاثير مهما كان صغير هيبقى ليه تاثير كبير في المستقبل، في ظاهره تعرف بالباترفلاي افكت، تاثير الفراشه. جوجل ترانسليت اللي اتكلم عنها علماء كتير زي ادوارد لورنز وبوانكاريه. وباختصار وشرح على قدي. تقول لي ازاي شرح على قدك وانت في كليه هندسه؟ اقول لك انا في قسم عماره، يعني ابعد ما يكون عن الفيزياء، وبكره العماره وبكره الهندسه على اليوم الاسود اللي دخلتها فيه. وكتر بقى معايا في الكلام، خليني اقفل الفيديو. لا عصبني بجد والله، مش معقول يعني. يا استاذ نكمل؟ نكمل تمام كمل. باختصار وبشرح على قدي ان اي تاثير مهما كان صغير في احوال البدايات هيتضاعف يعمل مشاكل كبيره في المستقبل. يعني لو فراشه رفرفت بجناحها في الصين مثلا، ده هيكون احد الاسباب اللي هتؤدي بعد كده لاعصار في امريكا مثلا. الرفرفه دي هتساهم او هتكون جزء صغير من مجموعه كبيره من التداعيات اللي هتؤدي الاعصار يحصل في امريكا. مش سبب مباشر للي حصل، لكنها هتكون جزء من مجموعه من التداعيات زي ما انا قلت. وزي ما قال بوانكاريه ان فرق 1 على 10 من الدرجه هيخلي الاعصار يحصل في منطقه وما يحصلش في منطقه تانية. بالبلدي يعني، وعشان اقرب لك عزيزي المشاهد، امال انا موجود ليه؟ يوم الجمعه الساعه 10 الصبح في محطه الرمل شفت عيل صغير بدل ما بيرمي الزباله في صندوق الزباله رماها في الشارع. طبعا خدت الزباله وحطيتها في الصندوق وقلت له يلعن ابو ربيتك. فالولد شافني وانا بشيل الزباله اتاثر، حب البيئه، كبر بقى وزير بيئه. ما
صانع حوادث خطيره عزيزي المشاهد كان ممكن تحصل بسبب الزباله. نفس الكلام جانيت فان داين لو عطست بس في الماضي، العطسه دي ممكن تعدي حد ما يعرفش ياخد اجازه مرضيه، يروح الشغل يعدي الرئيس بتاعه في الشغل، الرئيس بتاعه يطلع نيك فيوري ياخد اجازه مرضيه اسبوعين مثلا، ما يقابلش كابتن مارفل، ما يبداش البروتكتور انيشيتيف او اللي بعد كده هيبقى اسمها الافنجرز انيشيتيف، وبالتالي مفيش كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. عشان كده الافنجرز لو هيرجعوا للماضي لازم يكونوا متنكرين وما يحدثوش اي تغير. نرجع بس لاجابه السؤال، وهو ازاي جانيت فان داين تواصلت مع سكوت لانج لما دخل الكوانتم ريلم. هي وهو ارتبطوا ارتباط كمي او فيما يعرف باسم الكوانتم انتانجلمنت. وشرح بسيط بقى للكوانتم انتانجلمنت، ما نقول من فيديوهات كتير في اليوتيوب ان انا لو عندي الكترونين كانوا ماشيين في نفس المدار، واحد بيلف مع عقارب الساعه والتاني بيلف عكس عقارب الساعه، دايما لو واحد بيلف مع عقارب الساعه دايما هتلاقي التاني عكسه. لو خدت انا الالكترونين دول وحطيت واحد في المريخ وواحد حطيته في جلين في كفر الشيخ مثلا، نفترض ان انا في المريخ ومعايا الواحد اللي بيلف مع عقارب الساعه، لو خليته يغير دورانه الى عكس عقارب الساعه في نفس التوقيت، التاني اللي في جلين هيغير هو كمان اتجاهه، اكنهم بيتواصلوا مع بعض، مرتبطين ارتباط كمي. كان الالكترون اللي في المريخ بيقول للالكترون التاني غير بسرعه انا كمان غيرت، وتقريبا بيحصلوا في نفس التوقيت. يقال ان التواصل ده بيتم بسرعه اكبر من سرعه الضوء، وطبعا ده نسبيه ومش نسبيه وانا ماليش في الكلام ده. خلينا ننقل النقطه الثانيه، دي الطريقه اللي جانيت فان داين تواصلت بيها مع سكوت لانج، هما في حاله تواصل كمي مع بعض. نسيت اقول لك ان الكوانتم ريلم ده يقال ان هو اللي منع جسم سكوت لانج ان هو يبقى تراب، وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان اللي اختفى بعد السناب ما ماتش، ده اتنقل في حجر الروح. وبالرجوع لمفهوم ما هو حجر الروح، اول كلمه بتظهر لك هو دايمنشن. هوب اسكت امسك دايمنشن، دي اهم كلمه. بيسموه البوكيت دايمنشن عشان حاجه محندقه كده زي ايه، دايمنشن صغير جوه حجر الروح. اذا انت مان في اند جيم ممكن يكون في حاله تواصل كمي مع جانيت فان داين، وهي اللي تكون حلقه الوصل بينه وما بين هانك بيم، لان مهما كان ذكاء انت مان مش هيقدر يتعامل مع التكنولوجيا المتطوره بتاعه الكوانتم. وزي ما قلت في اخر فيديو اللي هو نزل امبارح ان سكوت لانج في المشهد ده كان ماسك في ايده المختبر بتاع هانك بيم اللي في شكل شنطه. والله او ممكن واحد معدي كده في الكوانتم ريلم يشوف سكوت لانج يساعده، واحد ممكن انت ما تعرفهوش اسمه دكتور ستيفن سترينج، اللي زي ما عرفنا في فيلم دكتور سترينج بيتنقل ما بين الابعاد بسهوله، وبما ان الكوانتم ريلم بعد والسول وورلد بعد، اذا ممكن يتنقل ما بينهم عادي ويعرفوا ازاي يطلع منه، ويعرفوا هيقول للافنجرز ايه. تقدر تقول ان انت مان هيبقى زي ماسنجر ما بين دكتور سترينج والافنجرز. والحقيقه طالما اتكلمنا عن الالكترونات ما ينفعش ما نذكرش حاجه مهمه جدا. لو رجعنا لنفس المثال بتاع الالكترونين من شويه، ان الالكترون اللي بيلف مع عقارب الساعه ده انا لو مغطيه ومش شايفه هيكون في نفس الوقت بيلف مع الساعه وعكس الساعه، فيما يعرف بيه السوبر بوزيشن. يعني طول ما انا مش باصص على الالكترون هو بيعمل حاجتين في نفس الوقت، عايش ومش عايش، مع الساعه وعكس الساعه. يعني ليه اكتر من حاله بيحصلوا في نفس الوقت؟ يعني ليه اكتر من حاجه بيحصلوا في نفس الوقت؟ وده هيودينا لواحده من اشهر المعضلات الفيزيائيه، قطه شرودنجر. لا مش دي، انا لو جبت القطه دي حطيتها في صندوق او جهاز، الجهاز ده مرتبط بالالكترون اللي بيلف مع عقارب الساعه، وقلت لو الالكترون بيلف مع عقارب الساعه القطه تمام مفيش مشكله، لو عكست اتجاه الالكترون الجهاز هيطلع سم ويموت القطه. ورحت جاي مغطي الكلام ده كله، تقول لي بما انك غطيت الكلام ده كله الالكترون بقى بيلف مع وعكس الساعه في نفس الوقت، يعني القطه عايشه ومش عايشه في نفس الوقت. والسؤال بقى هنا امتى الحاجه او ايه السبب اللي ممكن يخلي الحاجه تستقر على حاله واحده؟ اقول لك انا بقى وافاجئك مين اللي حل المعضله دي؟ فانوس. Tell me his name again. فانوس كان الحاجه اللي طلعتنا بره معضله قطه شرودنجر دي خالص. السناب اللي هو عمله كان المحدد مين عايش ومين ميت. يعني مثلا ايرون مان ليه حالتين، ايرون مان عايش ايرون مان ميت، السناب حدد لي حاله منهم مين اللي عايش ومين اللي ميت. عندي فالكون عايش وفالكون ميت، السناب هو اللي اختار مين اللي عايش ومين اللي ميت. تقول لي والسناب بيختار على اساس ايه؟ اقول لك المخرجين هم اللي بيختاروا، لكن باختصار السناب حدد حاله لكل حاجه. يعني فكره السوبر بوزيشن
مش ممتده الى ما لا نهايه، الكون هيكبر والسكان هتزيد لحد ما يوصل للكتله الحرجه وينهار، فيما يعرف به الاوبجكتيف كولابس ثيوري. عشان الكون يفضل متزن ثانوس تدخل لانهاء السوبر بوزيشن، وكل واحد يحترم نفسه ويعرف هو عايش ولا ميت وما يدوشناش بقى. وبما ان معضله شرودنجر قائمه بسبب وجود حالتين للحاجه في نفس الوقت، انا لما ارفع الصندوق من على القطه حاله منهم هتتحقق قدامي، هي يا ميته يا عايشه. ده بالظبط اللي حصل في فيلم انفينيتي وور، اللي ماتوا وموجود دلوقتي في حجر الروح الحالات اللي ما حصلتش. يعني تقدر تقول مجازا ان توني ستارك عايش في كوكب الارض وميت في حجر الروح. بلاك بانثر مثلا عايش في حجر الروح وميت في كوكب الارض، لان حجر الروح بيخزن الحالات اللي ما حصلتش. فببساطه الافنجرز هيكونوا عايزين يطلعوا الحالات دي من حجر الروح، فالافنجرز هيكونوا عايزين يطلعوهم من حجر الروح او يطلعوا الحالات المختزنه في حجر الروح. وعشان يعملوا كده هيحتاجوا الست احجار، ومش هيعرفوا حاجه زي دي غير لما يروحوا لثانوس. لكن ما ينفعش نغفل كابتن مارفل من المشهد. في فيلم كابتن مارفل بنعرف ان طاقتها مستمده من التسرجت وبالتالي حجر الفضاء. طب مستمده ازاي؟ مستمده من محرك سرعه الضوء اللي عملته ويندي لوسن او مارفل، وان السكرولز قدروا يتعقبوها بسبب الطاقه المنبعثه منها، لانها بتمثل بطاريه متحركه. وملفت للانتباه ان بين فيلم كابتن مارفل سنه 95 واند جيم سنه 2019 وقت كبير جدا. مش ده اللي قصدي اقول لك عليه، لكن قصدي اقول لك ان شكل كابتن مارفل ما اتغيرش، ما عجزتش مثلا. ده يمكن بسبب فكره تباطؤ الزمن اللي بتحصل لاي جسم لما يتحرك بسرعه الضوء او سرعه اكبر منها. فكده توني ستارك وبروس بانر ممكن يعملوا حاجه يستغلوا بيها طاقه كابتن مارفل. مثلا ممكن يعملوا سفينه بتمشي بسرعه الضوء بناء على تصميمات مارفل اللي ما زالت موجوده في شيلد في ملفات مشروع بيجاسوس. ده غير ان اكيد الافنجرز هيعرفوا اشارات الطاقه المنبعثه من كابتن مارفل، وبالتالي هتكون هي الاشارات المنبعثه من ثانوس، لان كابتن مارفل حجر الفضاء، ثانوس حجر الفضاء برضه، وبالتالي هيعرفوا مكان ثانوس هيروحوا له ممكن، او هو هيفاجئهم ويبقى ضعيف زي ما شفنا في التريلر. ممكن من الفايت سين، ممكن السناب اضعافه مثلا، ومش هيقتلوه لان قتله مش هيفيدهم بحاجه. هيعرفهم ان السناب مش ممكن ترجع فيه لان الاحجار قوتها مش زي الاول والجانتلت مش زي الاول، فبالتالي مش هينفع ترجع بالسناب غير لما يكون معاك الست احجار بحالتهم عشان تقدر تستخدمهم بكل قوتهم. فهيرجعوا من عنده للمقر بتاعهم، هيجي لهم سكوت لانج ويحكي لهم اللي حصل، وهيحكي لهم موضوع التايم فورتكس، يحكي لهم ازاي تاه في تايم فورتكس، ازاي قابل هانك بيم. اسم هانك بيم هيلفت انتباه توني ستارك، لان زي ما احنا عارفين ان كان في علاقه ما بين هوارد ستارك وهانك بيم زمان، فيحولوا السفينه بتاعتهم بدل ما يخلوها بتمشي بسرعه الضوء يخلوها سفينه قابله انها تدخل الكوانتم ريلم. هيرجعوا لاحداث مهمه حصلت، نصل لمرحله التاكيد ان الباتل اوف نيويورك هيحصل تاني، ولو رجعوا للباتل اوف نيويورك والخطه بتاعتهم نجحت هيبقى معاهم 3 احجار زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. وممكن الاجهزه دي تبقى اجهزه معموله بالنانو تكنولوجي، مثلا حاطين فيها البدل بتاعه الكوانتم مثلا. كل الهيصه دي ممكن تفتح الباب امام مخاطر كتير اكبر بكتير جدا من ثانوس، بس خليني اقولهم في فيديو تاني. وبس كده، ما تنساش تستنى الفيديوهات اللي جايه، بوسترات او نظريات، تتفرج على الاثنين، تشوف الفيديوهات اللي فاتت، تنزل تبص بصه مش هتلاقي مصادر. ولو انت على اليوتيوب تشترك على القناه. وبس كده، شكرا جزيلا. استقول لك لا تغلق الفيديو فثمة مشهد في النهايه. We're in the end game now.